شو أهمية اللغة البهلوية إلنا ككرد ولتاريخنا؟ هذا لا ليش أهمية؟ تفضل. لو مسكت أي كتاب كردي تاريخي من أي مؤرخ كردي، من أي مؤرخ أجنبي، من أي مؤرخ عربي، منذ غزوة الإسكندر إلى عصر الدولة الأشكانية، مدة طويلة جدا من الزمن، إلى عصر الدولة الإسلامية قصدي، نحن لا نعرف، لم نكن نعرف أن الأشكانية لهم علاقة بنا أو أنه الساسانية. مجددا اكتشفنا هذه الوثائق، أنا اكتشفتها قبل 6 سنين وبدأت التحدث عنها. من ذلك العصر إلى عصر الإسلامي فترة 1000 سنة غائبين نحن عن الساحة. لولا هذه الوثائق البهلوية باللغة البهلوية ما كنا نعرف أن لنا أي علاقة مع الأشكانيين أو الساسانيين، مع العلم، أحداثهم، أشيائهم، مدنهم عندنا نحن. بدون هذه اللغة البهلوية واستقراء التاريخ منه، نحن نعتمد في تاريخنا، الكرد يعتمدون. عندنا مصدرين للتاريخ الكردي أساسيين. المصدر الأول هو كتاب المهم العظيم الذي لا يتحدث أيضا عنه الكرد كثيرا، كتاب الشرفنامة لشرف خان البابليسي، أعظم كتاب وهو المصدر الكردي الوحيد في تاريخه الذي كتبه كردي منا وفينا. هناك قبله ابن الأثير الجذري العظيم، الجزري، من جزيرة من عندكم، من مناطقكم، جزيرة بلطان. نعم، ابن الأثير الجزري الذي كتب كتاب الكامل في التاريخ، لكنه يكتب ويذكر الكرد كثيرا، لكنه كتاب عام عن التاريخ الإسلامي. فترة من بداية التاريخ الإسلامي حيث يبدأ ذكر الكرد إلى فتح الإسكندر، هجوم الإسكندر على بلاد الميديين والآريين، ثغرة 1000 سنة في تاريخنا. كيف سنملأه؟ كلما نروح إلى شارزور، إلى السليمانية، ينبشون الأرض، يستخرجون كلها مكتوبة بالبهلوي. أخبارنا هي في هذه الوثائق البهلوية، ونحن نستطيع أن نستخرجها بأنفسنا. أنا ذكرت كيف طلعنا التاريخ من كتاب كارنامجي أردشيري بابكان، كيف عرفنا أن أكرادهم الميديين فعلا بالضبط. وثيقة تاريخي هذا الدليل اللي بعد ذاك أنتم كم مرة ناقشتوا ناس وقالوا لكم الميديين مش أكراد، الميديين ما لهم علاقة بالأكراد، كم مرة استطعتوا تجاوبوا عليهم؟ ما تقدر تجاوب، لأن ما في إيدك وثيقة تاريخية حقيقية تربط اسم الكرد باسم الميديين. مثل هذا كرد من جاي أي واحد يقول لكم الميديين مش أكراد، ما لهم علاقة بتاعك، قول له كردان شاهي، لا تقول لك كل كذا وكل كذا، لا تقول له يا ابن الكذا وابن الكذا، قول لك كردان شاهي ما هيك. كردان شاهي، ما كلمة كردان شاهي ما هيك في كتاب كارنامجي أردشيري بابا كان سيرة أعمال أردشيري، دليل على أن كلامك كله خرطي، كلامك كله ما يسوى درهم، ما يسوى فلس، لأن هذا مذكور في وثيقة تاريخية قديمة من العصر التاسع. قلت بنسكت هذا مثلا هيك نطلع تاريخنا من هاي الوثائق البهلوية الموجودة والله في كل مكان، بس نحن الكرد ما لنا علم، في إيران يدرسوها، نحن ما لنا علم بها. نحن ما لنا علم بشيء وما لنا خص بشيء ولا نهتم بشيء، للأسف نحن مبنجين، مخدرين، مغيبين نحن الكرد. آن الأوان. ليش طيب؟ نص الكرد يتكلموا إنجليزي وألماني بطلاقة، ما نص، كم مليون كردي في ألمانيا؟ والله ما بعرف كم مليون كردي، ما يقدروا يروحوا زيارة، ما يقدرون يروحوا زيارة. فرانكفورت جابهم هي معهد فرانكفورت للغات القديمة، يبعث ولد من أولادهم يشوفوه يحب التاريخ، روح ابني روح ادرس بمعهد فرانكفورت للغات القديمة وتعلم لنا البهلوي وتعلم لنا الأشكاني وتعلم لنا الساساني. صعبة شو، حتى ببلاش الدراسة عنده. لكن مثل ما قلت إن شاء الله يصير هيك. إذا أهمية اللغة البهلوية للكرد ولتاريخهم يعني أمر عظيم جدا، يوثق التاريخ الكردي. نعم، يوثق التاريخ الكردي، أدلة قطعية على أنه الميديين هن كرد، أشكانيين كرد، الأشكانيين هن كرد، والساسانيين هن كرد. الساسانيين أصلا هن يعني بيحكوا كردي. فبالنسبة للغة يعني بيبرهن أنه الاهتمام، طبعا أهمية اللغة البهلوية حسب ما فهمت
منه، انه عظمه اللغه الكرديه وكل شعوب المنطقه اخذه من اللغه الكرديه.